انت عندك قصيدة اسمها البت بتعة. البت بتعة دي مالها؟ البت بتعة فلاحة عندنا البسيطة اللي كانت كل القايمة بتاعتها في صندوق خشب، وكان يبقى قديم كمان، يعني يبقى اصلا مش خشب جديد، يكون اصله صحارة صابون، يكون اصله مش عارف ايه، ويتعمل ويتحط عليه ويتلزق عليه ورق ويتعمل عليه ابو زيد الهلالي رسمه كده ويتباع في الاسواق. ده كان جهاز العروسه، وتحط فيه حاجات. الجهاز كله في الصندوق؟ الجهاز كله. ما انا هقول لك اهو. الست دي بقى في الانفتاح اتفرجي ايه اللي حصل عليها وايه اللي حصل وايه اللي وثقافتها بتستمدها منين وبتعمل ايه والكلام ده كله. حبيت اجيب الحدوته دي، فبقول البنت بتعة بنت زيد عبد الصبور اللي امها يوم عرسها كان عفشها حله وبابور، ومعاها كمان صندوق خشب كان اصله صحارة صابون، فيه بنستين والمكحله ومرايه والفلايه والملقاط وحجر وليفه ومبخره وازازه كان فيها البخور، وجوز صحون ومنخولين والطشت والقروانه والغربال ومقشه ليف ومقشتين عرجون وزير وزلعه وقلتين ومجور وحصيره من سوق التلات والحب ايدها منجي ده ومخدتين والوش كان ضمور. في واللحاف بايدها منجداه. لحاف بايدها منجداه كمان، يعني هي اللي على ايدها. والوش كان ضمور. يعني مش لا ستان ولا بتاع ولا من الكلام ده كله. في الانفتاح على رأي صاحبه والانبطاح، وفتحنا مصر سداح مداح، والعرض اصبح مستباح، ونسينا حي على الكفاح، اتلخبطت كل الامور، وقيم كتير وعادات كتير اتغيرت، من ضمنها غلو المهور. البنت دي بنت ام بتعة مش عاجبه حد في مشيها، اكمنها مشيت طريقها لوحدها، والاسره غابت عنها، مشغوله عنها بعبئها، سايبينها هي وشأنها، وكمنها مستهدفه. الاجنبي ومعه غبي فكر لها، قال اولا ترفض معيشه اهلها، ترفض اوامر ربها، ترمي الحياء والانتماء ورا ظهرها، تقطع جذورها بنفسها، او عزلها ازاي هتعرض لحمها وتبان مفاتن جسمها من ضفرها لاعلى شعره في شعرها. عمل الصلاه تعرض موضات والاعلانات ماليه الشاشات بالشامبوهات والتسريحات وحاجات كتير فرحت بها، تاهت ونسيت نفسها، وتكلمك ربع الكلام بالاجنبي وتقول هالو. بنت ام بتعة تقول هالو، ميرسي يا شوشو وثانك يو، وكم يا توتو ويلا جو، وبكره بينا رانديفو. وكبار شيوخ المسلمين معرفش ليه متلجمين، والمسؤولين فتحوا البيبان على وسعها، ام قال سلامة ألمها يمكن تغير فكرها وتعيش حياتها بحلوها وبمرها. راح لامها يخطبها منها وقال لها بصراحة بنتك عاوزة حد يلمها وانا قدها. قالت وماله، البنت يلزمها الجواز، شخشخ جيوبك واشتري يلا الجهاز. قالت اطلبي، قالت تجهز شقة قد 4 عوض، احسن نابوليا في البلد وتجيبها من دمياط، وتجيب نجف من غير عدد والمكنسه بشفاط، والدش قبل الدش والفيديو والبوتاجاز، وتجيب لها تلاجة 16 قدم، وتجيب لها قبل الجواز الشنطة والمحمول، وتجيب لها غسالة فول، انا قصدي فول توماتيك، شقتها كاملة زي اي بوتيك، وتجيب لها قبل الجهاز الشبكة طقم من الذهب، انا مش هقول الماس، وتجيب لها فستان زفاف من غير كمام من غير كتاف علشان يبين صدرها، وتجيب غوازة زفها، واللي اسمه ايه شهر العسل في الشرم ولا الغردقة، وبلاش امور البعزاء. ادي مطلبي، ان كنت قادر مهرها قرب له، انا مش هميل بختها. قال يا ام بتعة هجيب منين؟ انا راجل مرتشي ولا احب اجيب بالدين، ولا ارضى بالتقسيط، الطق بيبقى طقين ويكتبوني شيكات او امضي على ايصالات على انها امانات، وحكايه مش هي. لو بس فات شهرين ما دفعتلوش قسطين بدل المحامي 2 هيجيب له رفض الشيك ومصيبه وقضيه، ومش هقولك على القرف وحاجات مخله بالشرف. اما البوليس والمحكمه هبقى في نظرهم منحرف وبكسر القوانين. شوف يا ام بتعة، انا عندي شقه محندقه معقوله ماهيش ضيقه، فيها يا دوب اوضتين، وعملت جمعيه مع ناس اماره زيكم وقبضتها 2000، وادي اللي عندي وقلتلك بصراحه، وباذن واحد احد ربك هيفرجها، وبتعة هتريحك وتباتي مرتاح. قالت له من هنا،
ونفضها سيره. انا احترمتك عشان الاهل والجيره، بتقول لي 2000 جنيه؟ 2000 جنيه دول ايه؟ وانا اللي قلب افتكر بتعه هتاخد بيه. حافظ على كلمتك يهبل وخليك ذوق. دي بتعه طول عمرها دايما تبص لفوق، الاحمر والاخضر وشيب حزق وبنطلونات، والشعر فوق كتفها سايح، وفي الكوافير مش كل طير يندبح. خد دش وانت تفوق، وتفوق لنفسك وتتكلم كلام موزون. وفرضنا انت اللي عاقل والمستمع مجنون. 2000 جنيه للغوازي ولا للمأذون؟ في ناس كتير زيكم مش عايشة في الدنيا، ما بتسمعوش الرضاوي ولا تلفزيون. شفت اللي بيقدمه الحاج متولي؟ الشقة بالعفش كاملة وفلوس كتير في البنك، كتبوا العروس، ده غير اللبس والمصاريف شايفاه بعيني، ولا واحد غريب قال لي. كل المسلسل تابعته دقيقة بدقيقة، والحاج متولي إلهي لم يشوف دقيقة. راجل صحيح مقتدر، كل البنات عاوزاه، وبتعه بنتي الهي يكون نصيبها معاه. مش جاي تقول للشباب انا ناقصه هم تقيل. قال يا ام بتعه اسمعيني، كل ده تمثيل. قالت له دي قصر ديل وبلاش كلام فاضي، الشعب راضي ما فيش غيرك عامل لي تقيل. ما تكونش ماهر يا شاطر واسم ابوك عطار، والشاي على النار وقاعد لسه على الرمله، والحلوه تيجي تلاقيك فارش لها المنديل. قال يا ام بتعه دي ناس بتوزع الاوهام، ساعدوا العدو بجهلهم في الحرب على الاسلام، وانا مش بلوم جهلهم، اللوم على الاعلام. قالت خلاصه الكلام، انا بنتي مش من وهمكم، شوفوا لكم ناس على قدكم. انا بنتي حلوه مثقفه، حافظه الاغاني كلها، احدث شرايط عندها. ده لما تلبس بنطلونها الجينز كل الشباب تجري وتخطب ودها. ونانسي عجرم نفسها ما تجيش خصله في شعرها ولا تيجي ضفر في رجلها. طب والنبي لو شافها واحد اجنبي لا يجيب لها كل اللي يجي في نفسها. انا بنتي عاوزه جدع عايق يكون كسيب، ابوه في حزب اسمه ايه ويكون من المحاسيب، او زي ابن ام بطه شغال على التهريب، او من بتوع النوادي، او يكون لعيب الجنب مليون جنيه ويغيظ امين الدين. قال يا ام بتعه اللي يرضى بالحلال هيعيش، مفيش بيوت تتبني بالغش والتهبيش. هي الاغاني تداوي ام عنعره، ولا الدول تتبني بالفن والكوره؟ ويا ريته فن بصحيح لكن ملوش قيمه. فن الجريمه بقى على الشاشه والسيمه، وعاداتنا حتى القيم اتقطعت اشلاء. فقد الشباب الانتماء، بس المهم يعيش. تايه ما بين الفراعنه والعرب وقريش، وعلموه الاستكانه لاجل اكل العيش، وغصب عنه اتحكم بفتوه والقلاضيش. عايزين نعيش يا ام بتعه زي خلق الله، نحمي الشباب من الفتن وبلاش من المغالاه. اللي انت عارفاه حرامي بس مش شايفاه، سرق عقولنا واخلاقنا بتلفزيون، صنع سلاسل وسحبك وانت ماشيه وراه. قالت له قوم يا ابن زاهيه يا ابن ام عنحوله، عمال تلقح كلام وتعيب ثقافه السلام. هو انت من دول؟ قوم في الزغور من هنا، قوم غور ما تحبسناش. بتجيب في سيره اسمه ايه والفجر هنا لسه ما جاش؟ فاكر في يوم اسمه ايه؟ يوم احتفال اسمه ايه؟ ساعة ما مات اسمه ايه؟ وجه بلاله اسمه ايه؟ عمل قانون اسمه ايه؟ وبه مخلي اسمه ايه؟ باشا في امن اسمه ايه؟ يقطع لسان اسمه ايه؟ لو جاب في سيرة اسمه ايه؟ عقبال سلامة ابن ايه؟ ويحطه في اللي اسمها ايه؟ من غير محاكمة اسمها ايه؟ تقعد سنين من حال. فكرك تحوش اسمه ايه؟ هو اسمه ايه يا الحاج؟ قال يا ام بتعه انت ايه؟ قصدك تخلي اسمه ايه؟ يحبسني في اللي اسمها ايه؟ من غير محاكمه اسمها ايه؟ اقعد سنين من حد. انا جبت سيرة اسمه ايه؟ وفرضنا قلت اسمه ايه؟ ما هو برضه ما غلطناش. قالت خلاص فضنا، يا تقوم تغور من هنا. انا بنتي زي القمر لسه عريسه ما جاش، عاوزاه يكون مقتدر ويكون كبير يا بلاش. انا ناقصه هم الشباب والنفخه على الفاضي، فاكريني مكتب شؤون هديكوا بنتي بلاش. قوم في صغر من هنا، قوم فضها سيره، والباب وراك تقفله وتهوى في ستيره. واوعاك تعتب هنا لو ليك كرامه صحيح، اصل اللي زيك كده الدم عنده شحيح، وان كنت بالشكل ده يوم خرجتي ما تجيش. خرج يقول يا مسلمين، يا ولاد امور المسلمين اللوم لمين؟ للمسؤولين ولا الحرس؟ يا مثقفين دقوا الجرس، ماله الجرس صابوا الخرس. اوعاك تقولوا ان الودان صابها الصمم، اوعاك تقولوا الناس كمان زي الغنم ما بيفهموش. وبلاش تكونوا بجهلكم او حتى في ناس منكم بينفذوا تطلبوش. فتش وشوف الجرح فين، وضح وقول للمسؤولين. وبلاش من النوم في العسل، وبلاش كسل، ويا ريت تكونوا القدوه وتكونوا المثل. وبلاش تعرض سمعتك للقيل وقال، وبلاش طريق الهلس والبطال. بكره التاريخ هيغربلك ويغربل الاعمال.
في ناس تعيش وناس تموت ولا تتنسيش، وناس تموت تحت النعال، وفي كتب زي الذهب، وفي كتب من غير تمن يرموها للزبال. يا مثقفين فين جهدكم؟ والمشكلة قدام عينيكم كلكم، قدامكم فرصة عمركم. راقبوا البرامج كلها وتفكروا واستبصروا القصد ايه من بسها، ومين من المسؤولين صرح بها، وفين شيوخ المسلمين علشان توقف عرضها واللوم لمين؟ يا كبار شيوخ المسلمين قولوا بصراحة على الملأ، لو واحدة تعرض لحمها ولا تختشيش على دمها ولا تستحيش من ربها، مهرة وسايب سرعها من غير لجام. يا كبار شيوخ المسلمين عاوزين إمام يصرخ يقول لوزارة الإعلام حرام، وبجرأة يعلن كلمته علشان يبرأ ذمته، يعمل حساب يوم دفنته، يعمل حساب يوم الزحام. قدامكوا عام والزحف جاي من العولمة والامريكان، وخلاص بدأ شد الحزام. يا ايها الحكام ما تغيبوش وعي الشعوب بالشرطة والاعلام. الكل طفح وادي الشعوب بتقول لكم قدامكم فرصة عمركم، قدامكم عام يا تقولوا على الدنيا السلام. دي حكاية البيت. عارفه انا لو بحقق معاك هقول لك انت اكيد من الاخوان المسلمين.